هنعمل النهارده تورتايه سهله وبسيطه. لو عندك عيد ميلاد ما تشيليش هم التورته تاني. ان شاء الله هنعمل التورتايه دي وكمان من بواقي كيك عندنا. يعني لو عندك بواقي كيك اوعي تفكري ترميه، احفظيه عندك في علبه وحطيه في الفريزر. لما تحبي تعملي تورتايه هيبقى جاهز عندك في الفريزر. هتطلعي الكيك من الفريزر وتشتغلي بيه، وهيبقى كمان تحليه بارده من غير فرن وسهله وسريعه. يعني ممكن لو اي بنت كمان صغيره تعملها لي. وزي ما انت شايفه التورتيه بتاعتنا شكلها تحفه ازاي، بجد شكلها جميل جدا وطعمها كمان اجمل واجمل. يعني لو عندنا عيد ميلاد من النهارده خلاص مش هنشيل همه تاني. التورته معانا اهي سهله وبسيطه. تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعملها ازاي او هنعمل ايه. اول حاجه انا بجيب الكيك اللي عندي في الفريزر، اي بواقي كيك بقى متبقيه عندك، اي بواقي من كيك من تورته عندك اي حاجه بتشيليها كده في علبه وتحفظيها في الفريزر. بعد كده بتطلعيها زي ما انت شايفه معانا العلبه بتاعتنا هي. بعد كده بقى بجيب كوبايتين من اللبن ونص كوبايه من السكر، والسكر هنا طبعا على حسب راحتك انت او على حسب بتحبي السكر زياده او اقل. وبجيب قطعه من الزبده، قطعه من الزبده، شفتوا ازاي قطعه من الزبده. المهم بجيب معلقه زبده كبيره او مكعبين من الزبده، وبجيب معلقتين كبار من الكاكاو ومعلقتين كمان كبار من لبن البودر. بس قطعه من الزبده دي بجد عجبتني جدا، قطعه من الزبده. المهم باخد بقى المكونات بتاعتي كلها وبقلبها مع بعضيها، طبعا ده كله على البير. وبعد كده باخدها على البوتاجاز لمده 7 دقايق كده مع التقليب المستمر لحد الخليط ما يبقى معايا بالشكل ده. بعد كده بسيبه لما يبرد، وبعد ما يبرد ناخده بقى نقلبه في الكيك بتاعنا. والكيك ده انا كنت مقطعاه قطع صغيره، وممكن كمان تستغني عن الكيك ده وتجيبي بدله بسكوت. تجيبي بسكوت وتقطعيه قطع، يعني ما تطحنيهوش، خليه قطع كده عشان يبقى باين في قلب الوصفه بتاعتنا. بعد كده بنقلب بقى الكيك في قلب الخليط بتاعنا زي ما انت شايفه كده. قلبي الخليط تقليبه كويسه كده في قلب الكيك. بعد كده بقى بتجيبي اي قالب عندك او اي صينيه عندك او القالب بتاع الانجليش كيك او اي علبه من بتوع التلاجة او اي قالب تحبي تصبي فيه خليط الكيك اللي معانا. وعلى فكره دي مش اول وصفه نعملها ببواقي الكيك، احنا عاملين وصفات كتيره جدا ببواقي الكيك عندنا او بواقي بسكوت العيد، حاجات كتيره عندنا في القناه ان شاء الله. لو دخلتي كده وقلبتي ان شاء الله هتشوفي وصفات كتيره باذن الله تعجبك. بعد كده بقى بظبط خليط الكيك اللي معايا وبروح مقفله عليه بالكيس وباخده اسيبه في التلاجة نص ساعه. وطبعا انا حاطه كيس هنا عشان يسهل عليا طلوع الكيكه من الصينيه، او لو عندك صينيه بتاعه التشيز كيك برضو بتبقى جميله جدا، بتنفع في وصفه زي دي. انا بقى حطيته في التلاجة نص ساعه زي ما انتم شايفين كده، وطلعت بالشكل اللي انتم شايفينه قدامكم ده. بعد كده بقى جبت مكعب من الشوكولاته سيحته على حمام بخار وحطيت له معلقه زيت زي ما انتم شايفين قدامنا كده. هجيب بقى لو عندك شويه مكسرات، او انا بصراحه حاطه شويه فول سوداني، عندي شويه فول سوداني كده قلبتهم. حاجات بسيطه كده بس تدي شكل كده، وكمان الفول السوداني بيبقى طعمه جميل جدا في اي وصفه. وكتير من الناس بتستبعده وبتبص للمكسرات اللي هي سعرها في العالي شويه، وهو الحمد لله دلوقتي برضو الفول السوداني بقى سعره برضو في العالي شويه، يعني ممكن تجيبيه بقى وانت مستريحه خالص. بصراحه بيبقى طعمه جميل جدا في كل الحلويات. نزلت بقى بالشوكولاته اللي معايا على الكيك، وبعد كده جبت مكعب تاني من الشوكولاته وبشرته بالمبشره عادي جدا، ورحت بقى لفه حواليها بالشكل ده زي ما انت شايفه كده، وحطيت كمان شويه على الوش. وعلى فكره الشوكولاته اللي انا سيحتها مع الشوكولاته المبشوره دول مجرد مكعب واحد من الشوكولاته، يعني اقل من 100 جرام من الشوكولاته، وممكن كمان تستغني عنها، ممكن تحطي بدالها مكسرات، اي نوع مكسرات بقى تحبيه، يعني برضو الحاجه اللي على قد ايدك ومتوفره عندك. بس احنا كده عملنا تورتايه سهله وبسيطه. ممكن نسميها بقى تحليه بارده لانها طبعا من غير فرن، ممكن نسميها تورتايه زي ما تحبي بقى تسميها سميها. زي ما انت شايفه تورتايه تحفه بجد وطعمها خطير. وطبعا من غير ما اقول طعمها خطير اكيد انتوا حسيتوا ان طعمها يبقى جميل جدا علشان المكونات اللي موجوده فيها او المكونات اللي متكونه منها، طبعا حاجات لازم تدي طعم جميل في النهايه. وهو ادينا عملنا حاجه حلوه سهله وبسيطه ترتب على قلوبنا. وكمان ممكن نستعملها كتورتايه لو عندنا عيد ميلاد ولا حاجه، لان طبعا الظروف صعبه جدا والاسعار بقت نار، فصعب جدا ان احنا نشتري تورتايه في الوقت ده. احنا كده عملنا تورتايه كمان من بواقي كيك عندنا. يلا بقى جربي التحليه بتاعتنا النهارده، ولو عجبتك وعجبك الفيديو بتاعنا ما تنسيش تدخلي قناتي تفعلي زر الجرس عشان يوصلك منا كل جديد، واللايك والاشتراك، وصحتين وعافيه على قلوبكم يا رب.